السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى جاي لكم فيديو جديد، فيديو كله تشجيع كده وروتين حلو جدا بإذن الله، واللي وراها حاجة ان شاء الله تشجع كده وتقوم تعملها بإذن الله. بس قلنا الأول نفطر كده فطار خفيف بإذن الله، حاجات كده من بواقي العيد، ونعمل كوباية شاي حلوة كده. بتمنى منكم كلكم تدعوا لأم وأبويا دعوة حلوة كده، إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. أم وأبويا وجماعة أمواتنا إن شاء رب العالمين. وطبعا ما ننساش إخواتنا في غزة وفلسطين، ندعي لهم إن ربنا ينصرهم بإذن الله، وربنا يثبت أقدامهم ويرحم موتاهم ويشفي جرحاهم يا رب. بصوا بقى، انا معايا هنا الوشاش دي وشاش مراتب، عندي اللي هي اوضه الاطفال. دي الوشاش بتاعت اوضه الاطفال، المراتب بتاعت اوضه الاطفال. انا عندي كل سرير عليه مرتبتين، فانا كنت ناويه اغسلهم من زمان قوي، فالحمد لله يعني ربنا سهل كده، والنهارده ايه قلنا نغسلهم مع بعض كده ونعمل فيديو حلو مع بعض باذن الله. بوريهم لكم كده. انا بوريكم ان المراتب عندي، الوشاش بتاعت المراتب عندي بالسوستة، لها سوستة، يعني سهلة ان انت ايه تخلعيها وتركبيها، مش اللي هي زي الخياطة كده، لا سهلة قوي انك تخلعيها وتعمليها. هنا بقى بعد ما انا شغلت الغسالة عليهم وغسلتهم، ما شاء الله كانوا زي الفل، بقوا ايه تقولي ده هم لسه جايين جديد. هنا بقى بعد ما غسلتهم وخلصتهم، رايحة البلكونة بقى انشرهم، واتنشروا الحمد لله. خلصت بقى وشاش المراتب خالص و... ورميت الميه بتاعتهم، وبعدين بدأت في ايه في غسيل العبايات بتاعت السودا، باللي هو البرسيل الجل بتاع العبايات السودا دي. يعني بعد ما رميت الميه دي غسلت وعلى فكره انا غاسله الوشاش دي ميه ساقعه، ميه بارده من الحنفيه مش ميه سخنه. هنا بقى حطيت طبقين ميه كده في الغساله، وغسلت بقى بدأت اغسل العبايات السودا بتاعتي الاول. تاني بعد بس بعد ما كبيت الميه، مش ورا اللي هي بتاعت المراتب. بص، هو كان فيديو حلو جدا، كان فيه شغل كتير جدا جدا. دي الطرح بتاعت العبايات بتاعتي. انا بحط العبايات اللي تنفع تتحط في الغساله، هي والبناطيل. انما في عبايات ما ينفعش ايه ان انا احطها في الغساله وكده. شوفوا بقى العبايه بتاعتي، انا بص مستحيل كان يبقى عندي عبايه زي دي، بس كنت مسافره فيها وهي طويله. دي العبايه بتاعت العيد، وبالرغم ان انا لابسه عليها كعب عالي وكل حاجه، بس برضو كانت طايله الارض قوي بزياده يعني. ما شاء الله العبايه دي حلوه جدا جدا وشيك قوي في اللبس. دي ما غسلتهاش في الغساله بقى، اللي بوريها لكم لان ما ينفعش تتغسل في الغساله. هغسلها على ايدي بشويه برسيل جل كده، اللي هو بتاع العبايات السودا دي، وعلشان الحاجات اللي على الكم دي واللي هي عندها فيها بتاع ذهبي كده، فقلت بلاش عشان ما تتبهدلش في الغساله وكده. انا من الناس اللي ما مش بحب اجيب بتاع العبايه يكون فيها شغل كتير، يا دوب بس هي حاجات من على الكم كده وخلاص. وشيك قوي في اللبس، وبصوا هاديه كده وحلوه قوي قوي. ونظام الكم بتاعها تحفه تحفه بجد والله. طبعا غسلتها ونشرتها، بس استنيت بقى لما انا عندي البلكونه بتبقى عامله قوي، شمس قوي، فالمهم ايه رحت استنيت لما الشمس راحت ونشرت بقى العبايات السود. هنا بقى دخلت على المطبخ. المطبخ كان عندي شويه مواعين كتير، وكان عندي البوتاجاز. على فكره انا مورياكم الحته اللي هي بتاعت المطبخ وهو فيه الحاجات، بس الظاهر ان هي ما جاتش مع الفيديو. هنا بقى بدأت اغسل بعد ما خلصت الغسيل ونظفت الحمام وكل حاجة. دخلت بقى على المطبخ، بدأت اغسل في المواعين كده. كان عندي شغل كتير في اليوم ده، كتير جدا جدا والله العظيم. وعلى فكرة طلعنا المراتب، بس المراتب طلعتها في يوم تاني، ولبست الوشاش دي في يوم تاني يوم بقى. كانت نفسي ان انا اصورها لكم واصور لكم المراتب وهي فوق على السطح، بس اليوم كان ضيق. هنا بقى بعد ما خلصت المطبخ خالص وخليته زي الفل، والبوتاجاز بتاعنا كان طبعا مش نظيف، غسلته. لا عملت يومها شغل كتير قوي والله العظيم، وعملت الغدا الحمد لله. بص ساعات الواحد كده يتشجع. وكانت الزينه بتاعت رمضان كانت لسه ما اتشالتش، شلتها طبعا، وغسلت الحاجات اللي هي ممكن تتغسل الحمد لله، وشلت اللي هي فروع الورد اللي كانت محطوطه هنا كلها. بوريكم ان انا مسحت كل حاجه وخليتها زي الفل. ما شاء الله عليكي يا نوع شاطره. تسلم ايدك.
المروحه دي برضو والله كان نفسي اصورها معاكم وانا بغسلها، كانت عليها ايه المروحه دي طول الصيف محطوطه كده في المطبخ، حلوه قوي قوي وبتجيب هوا جميل جدا. فبتبقى ايه طبعا المراوح، اي مروحه بتجيب تراب وكده. وكنت غسلها، كنت غاسله المروحه دي ومخليها زي الفل. هنا بقى البوتاجاز اهو بعد ما انا غسلته وخليته فله كده، ما شاء الله عليه. بوريكم انا بقى الحاجات اللي هي بتاعت رمضان، ان انا شلتها وغسلت الحيطه دي برضه. يعني بصوا في اليوم ده قعدت يمكن اشتغل لبعد العشاء، والله العظيم كنا بالليل اهو حتى الضلمه اشوفهم. وهنا كان برضه حاجه رمضان شلتها وغسلت الحيطان برضه. ومسحت التربون كنت غسلها طبعا في رمضان وغسله الحاجات دي كلها. آه، ومسحت الحتت اللي هي باينه من البلاط دي اهي. هنا اللي هي الحاجات اللي كنت معلقاها، وفروع الورد عينتها حطيتها، والفوانيس وكل حاجه لميتها الحمد لله، ومسحت الحاجات دي برضو. لا خليت الدنيا زي الفل بقى. اه بوريكم ان احنا كنا بقينا بالليل، كنا يمكن بعد العشاء، بقيت بعد العشاء. يعني المطبخ الحمد لله كان اخر حاجه. عما طبخت بقى وغسلت مواعين الغدا تاني بعد المواعين اللي انتوا شفتوها دي. يلا بقى اللي وراها حاجه تشجع كده وتقوم كده ان شاء الله. وتعملها باذن الله. ما تنسوش بقى تعملوا له لايك كده واللي مش مشترك معايا في القناه يشترك. ده تاني يوم بقى، تاني يوم ما انا لبست اللوشاش دي اللي هي بتاعه المراتب. يعني التصوير ده بتاع تاني يوم، لان تاني يوم تالت يوم، لان تاني يوم انا طلعت المراتب. تاني يوم لا تاني يوم بالليل طلعت المراتب ولبستهم بقى ايه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا بقى شكلهم حلو ازاي وزي الفل وكانوا طلعوا الشمس بقى، قعدوا طول النهار في فوق على السطح من الصبح لحد لحد بعد العصر. معلش بقى انا عندي بصوا الكحه دي مموتاني، اخدت لها حاجات كتيره قوي وبرضو لسه زي ما هي. شوفوا المراتب بقت زي الفل ازاي. والاوضه على فكره مسكت الاوضه دي بقى، الحيطان والشبابيك وكله بصوا كله اتغسل بقى زي الفل. الحيطان دي كلها والله العظيم اتغسلت وبقت زي الفل. بوريكم هنا برضو عندي الوشاش بتاعتي، المخدات بتاعتي بسوست كده. ربنا يرحمها امي ويرحم ابويا ويرحم جميع امواتنا يا رب. ترحموا على امه كتير قوي قوي قوي، لان امي اللي عامله لي الحاجات الحلوه دي كلها. اه والله العظيم. ربنا يرحمها يا رب ويرحم ابويا ويرحم جميع امواتنا يا رب. عامله لي بقى على كل سرير مرتبتين، وكل سرير له مخدتين، والسرير الكبير اللي هو بتاع اوضه النوم الكبيره. بوريكم هنا المراتب اهي اللي هي لها السوسته. اوضه النوم الكبيره برضو لها مرتبتين. وجايبه لي احلى قماش والله العظيم ما شاء الله، ربنا يرحمها يا رب. يلا اشوفكم على خير باذن الله وفي فيديو جديد. وما تنسوش بقى اللي مش مشترك عندي يشترك، واللي مش عمل لايك يعمل اللايك، وتشاهدوا له وتكتبوا لي كومنتات حلوه كده باذن الله زيكم. مع الف سلامه اشوفكم على خير.